السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ما اعرفش انتوا هتشوفوا الفيديو ده قبل الميد تيرم ولا بعد الميد تيرم، بس لو بعد الميد تيرم يعني فاتمنى ان انت تكون حليت كويس في الميد تيرم، ولو ما توفقتش فيه فلسه قدامك فرصه انك تعوض في الكويز 2 وفي الفاينل، ودول كمان ممكن يكونوا اهم من الميد تيرم وكويز 1. تمام. والموضوع فيهم ان شاء الله هنكون اسهل. انت دلوقتي بقى اتعودت الدنيا ماشيه ازاي، خلاص بقى بتفهم اللي فيه. كلامنا النهارده عن الريجيد بودي 3 دي. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الريجيد بودي 2 دي وحلينا عليه كام سؤال وكان الموضوع سهل وبسيط. النهارده بقى هنتكلم على ال 3 دي. بس قبل ما نبدأ عايزك تسمي بالله وتصلي على النبي ونقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني به علما. وعايزك تجهز قهوتك كده وتيجي عشان الريجيد بودي 3 دي ما فيهوش شرح كتير، هو اغلبه حل. حلو، بس في معلومة واحدة بس هنتكلم عليها قبل ما نبدأ، ان احنا هنقابل حاجة اسمها بول اند سوكت. والبول اند سوكت دي حاجة ممكن تعتبرها مثلًا زي الهنج كنا بنقول إن الإكس والواي بزيرو صح؟ سيجما اف إكس وسيجما اف واي، هنا بقى هيبقى الإكس والواي والزد بزيرو، عشان هي بتمنع كل الحركة، سواء في الإكس أو في الواي أو في الزد. تمام؟ دي بس المعلومة اللي أنت محتاج تعرفها، وهنبدأ حل عاطل. تمام؟ بسم الله، بسم الله. هنحل دلوقتي مسألة يعني ممكن لحد ما سهلة، بس في فكرة بس عايز أقول لك عليها فيها. إيه المسألة والله شكلها كده؟ كده، كده. وحاطط لك point A هنا كده عند الواي point A حبة ب6/10. حاطط لك point D هنا على الزد، حاطط لك B هنا كده، والله قال لك إن EB كده ده البول اللي إحنا هنشتغل عليه، وقال لك إن point C هنا، وقال لك إن C ديّة الtension. تعال نقرا المسألة بقى. قال لك في weight 600 وهو في حالة اتزان supported by a ball and socket at A. حلو، ففي هنا ball and socket ركز فيها أوي بقى. كلام جميل. وقال لك والله إن ده smooth wall at D، يعني في هنا wall and B عشان برضه مهمة، وقال لك إن CD ده cable. تمام. وقال لك في شكل المسألة في الرسمة ذات نفسها قال لك إن الC دي midpoint of AB، يعني معنى كده إن C في النص بالضبط. حلو. يبقى معنى كده إن إحنا هنحط الweight عند C. حلو، فلو جينا رسمنا المسألة تاني اللي هو الEB كده أهو، فعند الC هنا كده هيبقى الweight اللي هو ب600، والC دي طالعة هنا كده أهي، الD أهي. قال لك إن ده cable يا باشا، وقال لك إن ده الV وده الA، وقال لك إن في هنا ball and socket. حلو، كلام جميل. عايزين نبدأ نحل في المسألة، هنفكر إزاي؟ بُص، إحنا ممكن نشتغل المسألة عادي إن إحنا نفرض إن ده الorigin ونقعد نجيب points وكده، بس المسألة هتطوّل معاك أوي، هنفهم دلوقتي وإحنا بنحل هي هتطوّل معاك ليه. أنا عايزك كل اللي أنت تعمله إن أنت هتشفِّت الأكسيس عند الball and socket. يعني إيه؟ يعني أنا عايزك تفرض إن الorigin هي الA. بُص تاني، دلوقتي الball and socket عند point، أنا مش عايزها تبقى عند point، أنا عايز إن الball and socket عند الorigin. هنعملها إزاي؟ كأنك جبت الX وY Z كده والله نقلتهم شوية، فأنت هتتخيل إن الorigin بقت point A. تمام؟ تمام، فهمت قصدي؟ بس، فهنقول والله إن point A عند 0 و0 و0. تمام؟ point B بقى هتبقى فين؟ بافتراض إن الA هي الorigin تبقى كام؟ هيبقى مشى في الX 27 ومشى في الY 6/10 وطلعت الZ 36، صح؟ تخيل إن الorigin هو point A عشان تفهم قصدي. فمشى والله في الX 27، مشى في الnegative Y عشان هو هيرجع 6/10، ومشى في الZ point 36. كلام جميل. point C بقى، C midpoint بين A وB، فإحنا هنجمع A زائد B على الاتنين، فهيبقى 7/10 3/10 كوما 18. حلو، هنجيب point D بافتراض برضه إن الA هو الorigin، ما مشاش في الX حاجة، مشى في الY maps negative 6/10 ومشى في الZ negative. حلو، كلام جميل جدًا. أيوه برضه بعدين هنعمل إيه بقى؟ نعمل إيه الأكشن اللي بعد كده؟ بُص، هو قال لك إن CD tension، فإحنا قلنا على طول إن إحنا بنلاقي حاجة زي tension وكده هنجيب الunit vector، فهات الCD هيساوي D ناقص C هيساوي negative، بعدين ده ناقص ده يبقى negative 3/10، بعدين ده ناقص ده هيبقى ب18. ينفع نجيب بقى الunit vector بتاع الCD؟ هاقول لك دلوقتي هنعمل إيه بالضبط. هتقول root .135 square plus 3/10 square plus 1800 square تطلع 3/8. ماشي.
آآ تعالَ بقى نحسبها، يبقى -1.35 على 3 على 8 تطلع معاك 9 على 25 كوما 4 على 5 نيجاتيف طبعًا كوما 12 على 25. كلام جميل. ده كده الunit vector بتاع الCD. برضه إحنا لسه ما عملناش أي حاجة في المسألة تمام؟ في بس معلومة قبل ما نقلب الصفحة، إن هو قال لك إن في smooth surface عند B، وده معناه إن هي لمّا تعمل reaction هيبقى perpendicular عليها صح؟ هيبقى شكله إزاي؟ بُص، عايزك تتخيل إن الXZ هنا كده حلو؟ ونقطة B هنا، فالreaction اللي هي تعمله كده، تعمله كده هيبقى في اتجاه الY، هي الwall عند الXZ، الreaction بتاعة B هيبقى كده في اتجاه الY، والY الpositive عشان هيبقى شكله إيه، عامل كده. تمام، تكون فهمت قصدي، حلو؟ دلوقتي بقى هنعمل إيه، بُص أنا هاقطع الصفحة دلوقتي عشان إيه، نبدأ نشتغل على الأرقام اللي فيها. هنحل بقى إزاي؟ دلوقتي إحنا عايزين نكتب بقى الreactions والforce عشان نقول سيجما FX ب0 وسيجما FY ب0 والكلام الجميل ده. فإحنا أول reaction هنعمله هنجيب الreaction اللي هو الCD، اللي هو الtension عند الCD هيساوي كام؟ هيساوي الtension اللي إحنا مش عارفين هي بكام في الunit vector، اللي هو بكام؟ -9 على 25 كوما -4 على 25 كوما 12 على 25. كلام جميل. حلو. وفي force عند B قلنا هيبقى شكلها إزاي؟ هيبقى في الY إحنا لسه شارحينها. فوالله هتساوي 0 والFB اللي إحنا مش عارفين بكام و0 في الY بس. حلو. لسه عندك أي حاجة؟ لسه طبعًا لسه الweight بكام؟ ب0 و0 وسالب 600 ده بيتنسى ما تنساهوش. حلو. وأهم حاجة بقى وهي الforce عند A أو ممكن نسميها RA الرياكشنات عند الA هيبقى RX وRY وRZ. بُص، أنت ما ينفعش يبقى عندك أكتر من 6 unknowns حلو، عشان هي المسألة أخرها تجيب لك 6 unknowns، فأنت عندك والله 1، 2، 3، 4، 5 لأ نقدر نحل المسألة. كلام جميل. هنعمل إيه دلوقتي؟ هتعمل والله سيجما FX سيجما FY وسيجما FZ. تعالَ نحسب كده. سيجما FX هيساوي إيه؟ -9 على 25 T زائد 0 زائد 0 زائد RX ده هنساويه ب0. هتضيف سيجما FY هتساوي -4 على 25 T plus FB plus RY equal 0. هتجيب سيجما FZ هتساوي 12 على 25 T plus 0 ناقص 600 plus RZ equal 0. فهمت إحنا عملنا إيه؟ جمعنا دول، جمعنا دول، جمعنا دول. برضه ما حليناش أي حاجة، لسه الإيه سيجما المومنت. وعشان كده بقى أنا قُلت لك إن إحنا هنفرض إن الA هي الorigin تمام؟ ليه بقى؟ عشان دلوقتي إحنا هنجيب كل force من دول بيأثّروا عند point A عشان نجيب المومنت. فالFCD هنختار point A، بصراحة هاختار point D عشان هتبقى أسهل، فإحنا كنا قايلين إن point D بكام؟ point D كنت قايلين ب0 -6/10 36. طب FB أكيد بتأثّر عند الB ما فيش إلا هي. بكام؟ الB ب27 -6/10 كوما 36. كلام جميل. الweight والله بيأثّر عند point C. طب بُص، هو إحنا في حاجة إحنا ممكن نعملها، إحنا ممكن نخلّي الforce C دي تكون بتأثّر عند point C وهنا C بحيث إن إحنا نعملهم في الdeterminant واحد، عشان يبقوا بيأثّروا في نفس الpoint. بس اعتبر إنك ما خدتش بالك يا عم وكمّل ما يهمكش يعني مش هتفرق. 1.35 -3/10 18 وpoint A بتأثّر عند point L اللي هي 0 و0 و0 واللي أنا أصلًا هاجيب من عندها الmoment مش لسه أصلًا. حلو. هنجيب بقى sigma الmoment والله sigma الmoment. ركّز بقى معايا. هنعمل دلوقتي 3 determinant زي ما قُلت لك كان ينفع يبقوا 2 بس هي بقى جات كده. حلو. ليه بقى فرضناها بالorigin؟ عشان وأنا باقول إن أنا هاجيب DA cross FCD مثلًا، فما اقعدش أطرح الD من الA واقعد أقول ناقص وبتاع، هي الorigin فجاهزة. فاهم قصدي؟ يعني أنت كده مش جبت الpoint لأ، أنت كده جبت على طول الإزاحة اللي إحنا هنشتغل عليها أو الpoint اللي هي DA على طول. فاهمني؟ المهم هتقول والله 0 -6/10 و63 في -9 على 25 وهاقول لك دلوقتي ليه، -4 على 25 12 على 15 وهاسيب الT برّه.
ليه هتسيب التي بره؟ عشان هنحسبها بالآلة، عشان مش عايزك تقعد تحسب بدماغك، هنحسبها بالآلة وهنحط ايه؟ تي بره. تمام. بلس هنعمل نفس الحوار تاني. 27 تاني بقى ديترمنت اللي هو البي ايه. 27 سالب 6/10 63 في صفر وواحد صفر، هنحط الاف بي بره. تمام. طبعا هنا في اي وجي كي، يعني ما يهمكش اي وجي كي. حلو. زائد هنعمل تاني ديترمنت اللي هو بتاع السي والويت. 1.35 سالب 3/10 18% في الويت اللي هو صفر وصفر وسالب 600. كل ده هيساوي زيرو. تمام. احسب بقى على الآلة. زي ما قلت لك في طريقة تعليمها على الآلة، اسأل بقى شات جي بي تي، اعرف على النت. بس عشان كل آلة يختلف عن التانية، فاحنا نقول والله صفر سالب 6/10 36 ده أول ديترمنت هنضربه في، يعني نجيب تاني ديترمنت هيقول سالب 9/25 سالب 4/25 12/25 دي 25. هي سوري، هي دي سالب 4/5 ودي 25 بس، وأنا بدل الأرقام مخدتش بالي. 12/25 هنضرب بقى التلاتة في المهم طلع أول واحد إن التي في سالب 0.204 كوما سالب 0.129 كوما سالب 0.216. كلام جميل. هيبقى بلس اف بي طبعا في، يمكن بقى تحسبها بدماغك مش مستاهلة. هتبقى سالب 36 كوما ده بصفر كوما 27%. بس هي مش مستاهلة يعني. بلس ده هيطلع بأرقام عادي بقى. هيبقى 180 كوما 81 كوما صفر. تمام. احسبها بدماغك، احسبها بالآلة، حابب تتأكد من الآلة دي حاجة ترجع لك، بس لو في حاجة ينفع إن أنت تحلها بسرعة حاول إن أنت تحلها بسرعة. عشان إيه؟ الآلة ساعات يعني عارف بتسندك وكل حاجة، بس ساعات بتستغبى يعني أنت ممكن تلاقي الحاجة بسرعة بدماغك أسرع من إن أنت تحلها بالآلة، بس عايز تتأكد من الآلة برضه تفشل. المهم كده إحنا جبنا يا باشا 3 إيكويشنز أهو، طبعًا كل ده بيساوي صفر والصفر والصفر. حلو. هتقدر تعمل equation. بُص عايز سيكا ذكاء منك بعد إذنك، بعد إذنك. هنا عايزين هنطلّع الT والFB ال3 معادلتين هنا، فإحنا عايزين بسرعة هنعمل إيه؟ هنا أنت خدت بالك إن في هنا صفر صح؟ فإحنا هناخد الإيه، سيجما أو الmoment Y أولًا. ليه؟ عشان هيجيب الT على طول. الmoment about Y أولًا، مش my يعني الmoment about Y يعني. فهتقول والله إن سالب .129 X بلس صفر بلس 81 equal 0. الT طلعت بكام؟ طبعًا الmoment about Y يساوي 0، فالT طلعت بكام؟ طلع والله إن الT ب627.9. ينفع بقى نجيب الFB هنعوض في أي معادلة من الاتنين دول، ولمعلوماتك المفروض المعادلتين يطلعوا نفس الFB. حلو. هتقول لي ليه أصلًا ده حصل؟ هاقول لك عشان المسألة دي 5 unknowns وإحنا نقدر نجيب 6، فمعنى كده إن في unknown ممكن ييجي من معادلتين، حاجة زي ده كده. لو أنت عوضت هنا أو هنا هيطلع نفس الإجابة. المهم نعوض في أي واحدة فيهم مثلًا الX. تقول والله إن سالب .2304 في 627.9 اللي إحنا جبناها ناقص .36 FB اللي هو هنحطها بX بلس 180 equal 0. فمنها إن إحنا جبنا إن الFB بقت بتساوي 98.144. حلو. قبل ما نرجع نكمل في المسألة إحنا هنبص بقى بص على الchoices نشوف إحنا ماشيين صح والّا غلط، عشان ما نجيبش المسألة كلها يبقى في غلطة في إشارة فنرفض يعني. دلوقتي هو والله كان عايز آآ كوزاين ألفا بتاع التنشن سي دي، هنجيبه إزاي؟ هترجع للunit vector اللي إحنا جايبينه. كان الإكس كوزاين ألفا اللي هو الإيه، الإكس component. هو مش عايز الثيتا، مش عايز الزاوية، هو عايز الكوزاين. فمعنى كده إن هو الإيه، الإكس component بتاع الunit vector اللي هو يبقى بكام؟ بسالب 9/25. إحنا حاسبينه يعني، اللي هو سالب 36% موجود في الchoice C. حلو. كنت فيها جاما يعني. دي جاما. فالمهم إحنا كنا حاسبين الunit vector كانت ب12/25 ده اللي هو Z component، فاللي هو في 48. قال لك أنا عايز الX component بتاع الweight. X component بتاع الweight
بتاع المومنت اهو ال 180 موجوده تشوز سي. قال لك عايز التنشن في السي دي. احنا جبنا التنشن في السي دي بكام؟ 627.8. تقريبا النماذج دي قديمه فهو مقربها ل 625، بس هو في الامتحانات الجديده ما عادش في الكلام ده، فموجوده برضه تشوز بي. قال لك عايز الرياكشن ات بي. والله بعد العوده للفار قعدت اشوف انا ايه المشكله هنا بحيث ان اف بي مش موجوده. فرجعت تاني لقيت ان انا وانا بحسب الترمينال ده غلطت في رقم، فالرقم ده ما طلعش ايه بالظبط تمام. زي ما قلت لك وارد جدا ان انت الحوار ده يحصل في لخبطه الارقام عشان ارقام غبيه بصراحه. فالمهم لما جيت اسيب دي تاني طلع بسالب 0.576. حلو. الوقت بقى يا باشا انت تعوض سواء بالاكس او بالزد عشان الاف بي طلعت ايه غلط. هتقعد تعمل ايه بقى سالب 0.576 في ال 627.9 اللي انت حسبتها ناقص 0.36 اكس بلس 180 ايكوال 0. هيطلع معاك بكام؟ ب 500، ب 504. تمام. طبعا لو حسبتها من هنا او حسبتها من زد كومبوننت هيطلع لك نفس الاجابه، وطبعا ده منطقي جدا عشان هي نفس البتاع، فانت عوضتها من هنا عوضتها من هنا هتطلع هي. بس زي ما قلت لك هي دي نماذج قديمه، فالاجابه اللي هي ايه 500. ماشي. هل احنا كده حاليا المساله لسه بقى اهم ثلاث مطالب واللي هم الار اكس والار واي والار زد. هنرجع بقى تاني للثلاثه ايكويشنز دول بتوع ترانزميشن. فمن هنا هنجيب من هنا الار اكس هيبقى بكام؟ تقول سالب 9 على 25 في ال 627.9 بلس ار اكس ايكوال 0. تطلع معاك بكام؟ ب 226 اللي هي 225 يعني. هنجيب الار واي والله كانت دي سالب 4 على 5، هي دي التالت اللي عامل مشكلة، سالب 4 على 5 مش 4 على 25. ماشي. فسالب 4 على 5 في 627 بلس الاف بي اللي احنا جبناها بلس ار واي ايكوال 0. هيطلع معاك تقريبا سالب 2، اللي هو ممكن نقربها لصفر عشان زي ما قلت لك هنا الارقام متقربه. اخر حاجه 12 على 25 اكس مش اكس 12 على 25 تي اللي هي ب 627.9 بلس صفر ناقص 600 بلس ار زد ايكوال 0. هيطلع معاك ان الار زد تقريبا 300 اللي هو 299 اللي هو هنا مقربه ب 300. زي ما قلت لك دي نماذج قديمه انما الاجابات بتاعتنا صح. فاحنا الحمد لله لقينا ده ولقينا ده ولقينا ده. ده الاف بي وده التي، واول كم مطلوب بيجوا اصلا من يونت فيكتور. حلو. هو طبعا سرعه الغلطه اللي هنا، بس فعلا وانا بحسب الديترمينانت انا غلطت سالب 4 على 5 سالب 4 على 25، هي دي اللي عملت الايه اللخبطه. وزي ما قلت لك ده وارد جدا، بس انت ترجع تشوف انت غلطت في ايه عشان اكيد الاف بي من هنا لازم تطلع هي بتساوي هنا. حلو. الفكره في المساله دي ان انت تكون عارف ان لو في سموث سيرفيس كده هيطلع المومنت كده، هيطلع قصدي الرياكشن كده. ولو البولند سوكت مش في الاوريجين فانت تتخيل ان هي في الاوريجين، تفرض النقطه عندها دي الاوريجين وتجيب بقيه النقط بافتراض النقطه دي الاوريجين. حلو. دي الفكره كانت في المساله دي، مساله حلوه بس مش اصعب حاجه يعني. ان شاء الله في فارت 2 هنحل بقى كذا اسئله كويسه، فاستنى فارت 2. ولو لسه عندك اي اسئله احنا عاملين جروب على الواتساب، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. ادخله واسال اي حاجه انت عايزها. ومع السلامه يا هندسه.